السلام عليكم بنات، صباح الخير. ان شاء الله تكونوا ملاح. اعذروني على هذه الغيبة، شوية غبت ايامات هكا برك بسبب الخدمة. اليوم راح ندير معاكم هذا بعد شوية على الفلوقات وعلى الروتينات الى اخره. اليوم راح ندير معاكم فكرة الحصالة والجمع. يعني هنايا مبلغ معين. هذا المبلغ يا البنات والله لا ينفعكم زعما هكا، خصوصا هاد الايام كاين اللي راه تحتاج على باليش انا شي آلة غسيل، كاين اللي راها تحتاج زعما تخلص كيما دركا راهم يعني العدل البيا، يعني سكن، يعني تحطها في باب السكن. يعني هنايا فهذا الحصالات يا بنات رايحين بزاف 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 يساعدوكم. انا هنا كنت احتجت فتحتها بكري للعلم، يعني ما كملتش كامل الجدول، بصح ان شاء الله راح نحطها في حصانة واحدة اخرى ورايحة نكمل يعني العدة نتاعها الى ان نكمل كامل الجدول. شوفوا يا البنات هنا باش بديت، انا ما بديتش بحاجة كبيرة، يعني بديت من 1000 راك وال2000 و3000 و4000 الى اخره، إلى أن أصل إلى هذا تحدي، إلى أن أصل إلى 479، يعني حتى وين نعود نحط في الخانة الواحدة 479 ألف. يعني نبدأ نتدرج وحدة وحدة، ماشي شرط يا البنات كل يوم تحطي. هنا وين ما يبقى لك زعما خرجتي صرفتي. أو بالنسبة للنساء يعني اللي يخدموا هكا حرف، على باليش انايا تخدم يعني أجرة يومية، قال تخدم مع مقهى أو تخدم مع سوبيرات أو تخدم مع يعني عندها واحد المكتوب يجيها كل يوم. هنايا تقدر انها تخبي من ذاك المكتوب شوية، وهنايا دير بيه خطر تطور به مشروعها، او كما كنا نقولوا تعاون، يعني في مصاريف البيت او في المناسبات، يجي رمضان يجي العيد يجي ما على باليش انايا تحتاجي تحبي ديريها ذهب تستثمريها في الذهب تحبي، يعني كل انسان والغايه نتاعو. ربي ان شاء الله يبلغنا كامل الغايات نتاوعنا. هنايا مدام ننصحك بانك ديري حصاله، يعني اي حصاله مش شرط هذه النوعيه، يعني اي حصاله دائريه صغيره كبيره وديري فيها التحدي لا كي حبتي. هنا تحدي تاع 120 على هلالة، تحدي تاع 12 مليون، تحدي 24 مليون، تحدي مثلا كيما شفت البنات بزاف حابين يعني يشرو لافيسير هكا تريحهم، يشرو اسبيراتور يريحهم يشرو. فهنايا يعني بالحصالة، وانا للعلم شريت حويجاتي ومعظم حويجات اللي شريتهم يا البنات شريتهم من هكذا الشحيحة هذه أو الحصالة، يعني تلمدي فيها ذاك المكتوب يعاونك. كما هذا المرة احتجت يعني دراهم لضرورة، فهنايا إن شاء الله حنشارك معكم كي تكتمل إن شاء الله الضرورة تاعي، راح نشاركها معكم بإذن الله نتوما الأولين، وراح يكون خبر جد جد مفرح إن شاء الله. هنايا كي احتجت لهذا الشيء رحت فتحت الحصالة تاعي، ما لقيتو ماهيش كاملة بصح ساعدني المبلغ اللي لقيتو فيها هي. فلما احتجت يعني انايا فتحتها وديت عليها ذاك المبلغ باش نقدر نقضي حاجتي، وان شاء الله يا ربي انا راني حاطتها. للعلم انا دايره شحال من وحده وشحال من شحيحه وشحال من تحدي، وين ما كانت في يدي نحط، وين ما كانت في يدي نحط، وين ما كانت في يدي نحط. ما نشوفش، ما نقولش كل يوم، وما نقولش في الشهر، وما نقولش في الشهرين، وما نقولش في الثلاثه. كي نفتحها الله غالب اذا كان القوي الشديد. يعني هنا اللي يخليني نفتح الحصاله تاعي، سينو ما نفتحهاش. اغلب الحصالات كملت التحدي نتاعهم باه فتحتهم. هنايا انا كنت للعلم نبيع هكا دي فوا نبيع صدقوني يا البنات نبيع هكا كاوكاو، يعني مشاريع يعني هكا تكون مربحة وتكون خفيفة وتكون كذلك بعت ألبسة يعني هكذا. هذا قبل الوظيفة وقبل أني نتوظف، وحاليا يعني مع الدراسة وكامل نحوس نعاود نرجع لهذه فكرة المشاريع المصغرة. إذا كنتم حابين نشارك معكم يعني عدة أفكار عدة مشاريع، خلوا لي في لي كومونتير، خصوصا للنساء الماكثات في البيوت. هنا يقدروا يحلوا المشاريع تاعهم مصغرة، يعني تقدر تخدمي مع سوبيرات كما تقدري تخدمي مع
يعني مع مقهى مع، ولما لا لظروفها يعني عاملة انها تدير مشروع يعني يكون كبير، وان شاء الله يعني كما نقولوا حنايا تقدر انها تخبي منه شويه دراهم هكا للزمان، او تساعد بهم العائله، او كما قلنا في المناسبات، هو جا رمضان هو جا العيد، خصوصا دوكا راه كل شيء يعني يتطلب الدراهم، وكل شيء غالي، والدراهم ولات صراحه يعني وش نقولوا ما تقضيش. فهنا دايما ما ننساوش انها ان زعما نخبيو شويه للزمان، هذه دنيا، ونعاونو هكا ديارنا بالشي اللي نقدروا عليه، وشي الباقي نستثمروا حنا فينا. يعني يا مدام دايما لسي هذا المكتوب، استثمريه في صحتك، هناك تروحي تشري افيسال تعاونك، او تشري كما كنا نقولوا يا مدام، قلت لك هنايا تقدري تشري بها لما لا شي ماشينة تعاونك، يعني تعاونك في شغل البيت، تعاونك في شقاك، يعني توفر عليك بزاف الوقت، خصوصا للنساء يعني هنايا العاملات، يعني هنايا يعني نعمة. فنص ننصحكم يعني باش ديروا تقولي نخبي على جنب، انا واحدة من الناس والله ما نقدر يا البنات، يعني ماكلتها. اما في الحصانة فما نقدرش نفتح نذرح عليها وما نفتحش، لاني نتفنين وكامل ونقول خلي الا هذه المرة الله غالب جاتني ضرورة، وضرورة كبيرة جدا لابد اني نفتح، والحمد لله حطيتها في بابها وحطيتها في صوابها. على هذه إذا كنتم حابين نعطيكم بعض المشاريع يعني هنا اللي تدخل لكم دخل لا بأس به، سواء في الحلويات أو في الخياطة أو في يعني في امور يعني مشاريع مصغره هكذا في الطبخ او الى اخره. هنا خلوا لي كومونتير، ندير لكم فيديو ان شاء الله نحكي لكم فيه على هذا النوع من المشاريع. والنساء العاملة الثاني كل شهر إذا كانت ما عندكش مصاريف كبيرة وديون وهذا الشيء، وإن كانت عندك خلي مبلغ بسيط جدا، يو كان 200,000 أو 100,000 أو 50,000، أو سيدتي حطيها في حصالتك وخليها، وما تستعجلش على الحصاله، وما تقوليش ما نطيقش، وما تقوليش اني انايا ما نقدش نكملها، ويا حسره وقت تكمل. صدقوني الوقت راهو ليك كيفوت، اللهم انك تفوت مده وتحسي حصالتك كملتي الجدول تاعك هذا، يعني هنا ديري التحدي. هذا الجدول ما فائدته كما راكي تشوفي، هذا جدول مجموعه ارقام. هنا ديري التحدي نتاعك شحال حابه ولا لمن حابه توصلي، مثلا حابه توصلي تشري سياره، او حابه تلمدي على دار، او حابه مثلا حتى في الالات الالكتروميناجي كيما هاك حابه تشري افيسيل ماشينه لافي، الله كما نقولوا حنا تنحي عليك التعب والشقا، حابه تعاوني داركم، حابه تعاوني دارك رمضان، حابه تكسي وليداتك في العيد. يعني دائما ديري التحدي نتاعك نصب عينيك، وديري جدول كيما هذا، وتوكلي على الله وما تحسبيش الزمن. كيما قلت لك وين ما تطيح في يدك حطي، طاحت في يدك 100 حطي، طاحت في يدك 300 حطي، طاحت في يدك 1000 راك حطي، طاحت في يدك 2000 حطي. المهم ما تحقريش الدور هذاك، دورو على دورو غدوة تصيبيه يحدي لك تاويل. فدائما الانسان ثاني ما ينساش الصدقه، يعني دائما يصدق الانسان بامواله، لو كان مبلغ يعني بسيط ماشي كبير، يعني هنايا يصدق باللي جات. فلهذا انصحكم يا بنات باتباع هذه الطريقه. كما راكم تشوفوا انا ندير جدول، انت ديري جدول بمبلغ، كاين اللي يحب يبدا كيما منا، انا راني باديه بألف راك كما راكم تشوفوا، كاين اللي ربي يعني عامل يومي عنده مثلا 100,000 للنهار، أو عاملة يومية عندها 100,000 للنهار، أو 50,000 للنهار، أو قادرة تبدأي مثلا من 10,000، قادرة تبدأي من 20,000، قادرة تبدأي من 100,000، يعني كل واحد ومقدوره. هناك تروحي تصرفي ثاني تبقى لك شي صرف، يعني من الأحسن ما تضيعيهش، او تعطيه الاطفال هكا يلعبوا به، يعني اطفالنا كما نعرفوا الحلوى وهذا الشيء مضر لصحتهم. فماذا بيك انك يعني تحطيه هنايا في حصالتك وتخليه، او تجمعيهم، يعني تحبي ما تلوحيش الصرف تجمعيهم الى ان تلحق 100,000 تجمليها وتلوحيها هنايا، يعني حصالتك اعتبريها كأنه شخص راكي تعطيله في دينه. هذه هي انا صحيح نعتبرها بهذه الطريقه ونحطها بهذه العقليه باش نقدر نلتزم ونكمل الحصانه تاعي. فقلت لكم
ما نفتحهاش إلا إذا جاتني حاجة فوق طاقتي، يعني حاجة اللي لازم نسحق منها دراهم ونلقى حصالاتي. للعلم هذه المرة فتحت يعني تقريبا 3 حصالات، أو حصالتين على ما أظن أو 3. هنا لقيت فيهم كل واحدة ومكتوبها، عاونتني بزاف في المبلغ المطلوب مني. يعني والله البنات، أكثر استثمار وأكبر استثمار هو استثمارك في حصالتك. إذا كنتي شهارة ثاني من شهرتك، خلي المكتوب اللي تقطع عليه واللي يبقى لك. كل إنسان وشهرته، اللي تخلص زوج ماشي كما تخلص 3، ماشي كما تخلص 4، ماشي كما تخلص 10، ماشي كما تخلص 8. يعني كل إنسان ومقدوره. كان اللي ماشي خدامة وماشي دايرة مشروع، هنايا كاش ما يبقى لك توفري منه، من خبز، من حليب، من على باش نصرف هكذا، اجمليه وروحيه في الحصالة تاعك، هكذا 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 هكذا، حتى توصلي ان شاء الله تكملي حصالتك وتوصلي للبيوت نتاعك باذن الله احد. وكما قلت لكم، اذا كنتوا حابه ندير لكم دوره تاع مشاريع، يعني هنا نحكي لكم كل مره على مشروع كيفاه ينقام وشحال يسقام وكيفاه تبداي وكيفاه تسوقي. هنا ما عندي حتى مشكله ان شاء الله. تحبون نشارك معاكم مشروع اللي راح نبداه يعني من الصفر، فراح نشاركه معاكم. للعلم أنا اليوتيوب لا أتقاضى منه، يعني مازال قناتي لم تفعل ولم أتقاضى منه يعني دينار واحد. هذا كله من المشاريع الصغيرة اللي نخدمها أنا. هذا قاطو، هذا كما نقولوا حنايا كذلك، كي نخلص كيما هاك شهريتي إلى آخره، شوي منا وشوي منا وشوي منا وشوي منا وندس. وما نحقرش المبلغ اللي ندسو، لو كان يكون 1000 فرنك ما نحقروش، لأني غدوة من ذاك نجمع 1000 على 1000 على 1000 على 1000 على 1000 نلقى مكتوب يعني حلي باب. فلهذا بنات، خلوا لي في لي كومونتار اذا كنتم حابين ندير لكم دورة مشاريع، نذكر لكم فيها المشاريع ان شاء الله اللي تقدروا ديروها وتجيب لكم مدخول لا بأس به، من خلال الخبرة نتاعي، من خلال المشاريع اللي انايا كي نقولوا حنايا يعني خدمت فيهم سابقا. للعلم قلت لكم عندي مدة أنا متوقفة عن المشاريع الصغيرة، لكن حاليا سوف أعود. تحبون نشارك معكم حتى مشروعي الأول اللي راح نديرو، فماشي مشكلة. خلوا لي في لي كومونتار، وما تنسوش تدعموني، وما تنسوش جيم وكومونتار. وجمعة مباركة وعيد عمال يعني سعيد ومبارك على كل موظفينا وموظفاتنا طبعا. إن شاء الله نلتقي في فيديو آخر. ما تنسونيش من لايك والبارتاج والمتابعة، واللي مش أبوني أبوني. ومرحبا بكم جميعا، شكرا.